مساء الفل. جدول ماتشات الزمالك لحد آخر الموسم نزل، فقلت أطلع أدردش معاكم كده بكلمتين. مبدئيا الزمالك من بكرة اللي هو هيبقى يوم 7 مارس لحد تقريبا 15/6، يعني حوالي بنتكلم في 90 يوم تقريبا. هيلعب بالظبط 26 ماتش. 26 ماتش يعني بتتكلم ما بين كل 3 أيام أو كل 4 أيام الزمالك هيلعب مباراة. ده طبعا في حالة إن الزمالك وصل لنهائي الكونفدرالية ونهائي كأس الرابطة ونهائي كأس مصر. آه، احنا طبعا بنتمنى إن احنا ننافس على كل البطولات ونكسب كل البطولات والكلام الحلو، لكن طبعا الكونفدرالية والفوز بالدوري، أو على أقل تقدير إن احنا آه، نكسب أو ناخد المركز الثاني في الدوري، دول أولوية قصوى بالنسبة لنا، يعني أهم من الكاس ومن كأس الرابطة. بناء عليه طبعا ماتش الأهلي ده حياة أو موت بالنسبة لنا وبالنسبة لهم على فكرة، يعني مش بالنسبة للزمالك بس، يعني مش الزمالك بس اللي نازل هيموت على الماتش، بالعكس. الأهلي فاهم كويس قوي إن الماتش ده لو خسروا الزمالك برد مكان الفرق 7 هيبقى فرق 4 نقط، فهيبقى عندنا أمل إن إحنا نكسب، وهيبعد عن بيراميدز، والفرق ما بينه وما بين بيراميدز بدل ما يبقى 6-3 هيبقى 6، وهيلاعب كمان بيراميدز بعديه. فلو بيراميدز كمان كسبوا الفرق هيبقى 9 لبيراميدز، واحنا لو كسبنا المصري بعديها يعني الفرق هيبقى نقطة واحدة ما بيننا وما بين الأهلي. طبعا كلها أحلام، والسكواد الحالي وطريقة اللعب اللي احنا بنلعب بيها مش أفضل حاجة، و... وفكرة إن احنا يعني لعبنا ماتش قدام الأهلي من كام أسبوع بطريقة كويسة، دي مش مقياس بالنسبة لي إن احنا هنكسب الأهلي الماتش الجاي. آه، لكن لازم الاستعداد يكون جاهز من النهارده، يتحط خطة واضحة وترتيب واضح لماتش الأهلي. يعني ما ينفعش في ماتش الكاس مثلا ألاقي عمر جابر مثلا وعبد الله السعيد وناصر ماهر وناصر منسي وحسام عبد المجيد وكل ومصطفى شلبي، كل اللعيبة دي بتلعب مثلا 90 دقيقة. أكيد لأ، أكيد ده مش هيحصل، مليون في المية يعني. فبناء عليه آه لازم تتحط خطة بديلة، لازم نتحط آه برنامج إعداد محترم للعيبة دي، علشان نقدر نقول إن إحنا نقدر نلعب قصاد الأهلي. آه، قصاد الأهلي هنلعب إزاي؟ أكيد 5-4-1 هي الأفضل. أكيد الأهلي لما هيجي ينزل يلعب قصادنا هيلعب ب- بالقوة الضربة بتاعته. أكيد هيضحي بجلاديشار أو إمام عاشور في نص الملعب أو وسام أبو علي، أو مستحيل يلعب بالخمسة قصادنا. فهو يعني هو في الآخر سوري يعني ما بيلعبش فريق صغير يعني، فهو هيأمن كويس أوي. هيلعب ب3 في نص الملعب زي ما بيلعب قصادنا وزي ما بيلعب يعني في الماتشات اللي فاتت. واحنا لو لعبنا 5-4-1 بس طبعا عبد الله السعيد ياخد مكانه جنب دونجا، وزيزو يرجع 8 أو سميها 10 بقى في خطة 5-4-1. والناحية التانية ناصر ماهر، يعني ناصر ماهر هو الأقرب، ولو إن أنا في وجهة نظري بصراحة لو سألتني أحسن حد ممكن يلعب في الخطة دي مين، هقولك بنتايج. وديني بقولها لك من دلوقتي أهو. أتمنى إن أشوف محمد حمدي بيلعب في ماتش الكاس وينج باك، نكون بنلعب ب3 ورا عادي جدا زي ما بنلعب الماتشات اللي فاتت، وبسيرو ما يصدقش وما يغيرش طريقة اللعب. وأشوف بنتايج مريح في ماتش الكاس، ومحمد حمدي هو اللي بيلعب وينج باك آه، في الكاس، ويكمل قصاد الأهلي
وينج باك، علشان بنتايج يكون رابع ناحية الشمال. يبقى أنا بلعب ببنتايج وعبد الله السعيد ودونجا وشحات وزيزو، وقدامهم ناصر منسي بقى أو الجزيري. يعني مش هيفرق معايا في ماتش الأهلي مين رأس الحربة، لأن أنا هلعب على التحولات. فالجزيري في التحولات أكيد هيبقى أفيد لي من ناصر ماهر، سوري، ناصر منسي. ليه بقول آه بنتايج هو اللي يبقى ناحية الشمال؟ بنتايج قوي، سريع، بيدافع طبعا كويس جدا، وفي التحولات هيكون مرعب. يعني انت لو عندك زيزو وبنتايج بيعملوا تحولات على الأجنحة، هيبقى الوضع بالنسبة للأهلي صعب. كمان بنتايج بيعرف يجري بالكورة كويس قوي، والأهلي هيبقى ضغطك وهيبقى فيه مساحات كبيرة، وهو أسرع واحد في فريق الزمالك. فبالتالي آه، كل ما تقربوا أكتر لجون الأهلي كل ما هيكون أفيد لنا. زي ما بقول ماتش الأهلي ماتش مصيري، آه، التحضير ليه لازم يكون على حدة. آه، أخطر فترة بعد كده هتكون في شهر 5، اللي مليانة ماتشات دوري، واللي لازم ساعتها آه، نكون من قبلها طبعا. قبلها هيبقى في شهر، في آخر 4 في ماتشين الكونفدرالية. بعد كده هندخل في ماتشات الدوري ورا بعض، 4 أيام 3 أيام، 4 أيام 3 أيام. فدي فترة لازم نكون محضرين لها كويس قوي، أساسيين وبدل، عن طريق إن إحنا نكون مجهزين بدل في ماتشات الكاس وكاس الرابطة، علشان نكون مجهزينهم في حالة لا قدر الله إن في إصابة، زائد إعداد بدني كويس للأساسيين، لأن دي هتبقى الفترة الأخيرة في الموسم. أتمنى في شهر 5 ده نصر ماهر، أسامي بقى: حسام عبد المجيد، الونش، ناصر ماهر، ناصر منسي، عمر جابر، فتوح، دونجا، مصطفى شلبي، الجزيري، حسام أشرف، بالذات حسام أشرف، والباقي بصراحة. أنا حسام أشرف بالنسبة لي هتكلم عليه دلوقتي، يعني الوضع خاص بالنسبة لي. ال10 أسامي اللي أنا قلتهم دول آه، أتمنى إن في خلال شهر 3 وشهر 4 يتعمل لهم معسكر إعداد آه، مفيد لكل واحد فيهم. أنا من الفيديو اللي فات وأنا بتكلم على الإعداد بس، وبتكلم على البدني بس، لأن هي دي فعلا مشكلة لعيبة الزمالك. حسام أشرف هو القطعة الناقصة، وهو الحل لنادي الزمالك، وهو اللي يقدر يخلص لنا ماتشات كتير في الدوري في المرحلة اللي في الآخر. فأتمنى إن يتم إعداده إعداد محترم الشهرين الجايين دول، لأن آه الأمل فيه قصاد فرق في الكونفدرالية وفي الكاس وفي الأهلي، وقدام مثلا فرق زي المصري. آه فرق مش هتدافع قدامك ب5 لعيبة في الدفاع، لا بالعكس، هتبدل في الهجوم وهتلعب عليك وهتضغط وهتبقى عايزة تاخد منك الكرة من قدام وهتبقى تدخل فيه، يعني هيبقى فيه لعبة مفتوحة. فبالتالي لعيبة زي ناصر ماهر، زي مصطفى شلبي، زي الجبالي هيرجع، اللعيبة دي هتظهر قصاد اللعيبة دي، قصاد الفرق دي. إنما لما تيجي هتلاعب في الآخر آه، حرس الحدود والفرق اللي هي الأضعف شوية، هتلاقي الموضوع أصعب، وهيرجعوا ويلعبوك تاني 5 طبعا الأصعب إن أنت تلاعب مثلا فريق زي سيراميكا يلعبك على التحولات وهو يقف ب5 ورا، وزلاكا الفريق بتاعه تلاقيهم هما اللي بيضغطوا عليك وبيبقوا يلعبوك على المرتدات، وده وارد ممكن يعملوه. فهنا حسام أشرف هيكون الحل المثالي لفكرة اللعيب اللي بيطلع بره البوكس، تسلم وتستلم معاه ويلعبك كورة بره ال18، وفي نفس الوقت بيدخل جوه ال18 يعرف يتحرك كراس حربة. بالتوفيق لنادي الزمالك. الفترة الجاية فترة صعبة،
3 أشهر أو 90 يوم من نار، 26 ماتش. أتمنى إن في نهايته إن إحنا نكون كسبانين أفريقيا، وأقل واجب واخدين مركز التاني. أنا عارف إن اللي أنا بقوله ده ممكن يكون حلو. آه، قولوا لي لو في أي أمل في اللي أنا بقوله ده. شكرا.